بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم خالد المصري من موقع المصري للمعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح اليوم هيكون بيتكلم عن برنامج فيديو اديتور اللي هو دوت، وازاي نتمكن. طبعا البرنامج ما بيدعمش اللغه العربيه ولا بيدعمنا برضو ان احنا نكتب باللغه العربيه من داخل البرنامج. فده البرنامج معانا ان شاء الله. هنتعلم النهارده ازاي نحوله من اللغة العربية من اللغة الإنجليزية إلى العربية، وهن برضو هنتمكن من إن احنا ازاي نكتب باللغة بالعربية من داخل البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما عليك الآن هتنزل أسفل الفيديو هتلاقيني حاطط لك رابط، اضغط عليه هيدخلك على صفحة على مركز الخليج. هتلاقيني رافع لك التعريف بتاع البرنامج وال والبرنامج الوسيط اللي هيكتب لنا من الانجليزيه الى العربيه في البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هاخد الكود نسخ وراح احطه في المتصفح بسط زي ما انتم شايفين يا جماعه. التعريب والبرنامج الوسيط بتاع تحويل اللغه الانجليزيه الى العربيه في البرنامج فيديو اديتور. كل ما عليك الان هتك اضغط هنا لتنزيل الملف. كل ما عليك الان هتك بدء التحميل. طبعا اهو بدء التحميل اهوت زي ما انتم شايفين يا جماعه. البرنامج بيحمل اهوت، فانا مش هقدر احمله عشان انا محمله قبل كده عندي. طبعا بعد ما ينزل التحميل معاك هيجيب لك ملف WinRAR زي كده مضغوط. كل ما عليك الان هتفك الضغط عنه، تك كليك يمين واستخرجه هنا. هينتج لنا فولدر زي ده كده. هتك على الفولدر دبل كليك، هنتج لنا ملفين زي كده. البرنامج دوت يا جماعه، البرنامج والفوق منه البرنامج دوت ملف التعريف بتاع البرنامج. كل ما الان انا هتك كليك يمين على اول ملف هنا كده، هتك عليه كليك يمين وهناخده كوبي وهننزل الملف ده. هنروح للبرنامج هنا كده، ايقونه البرنامج على سطح المكتب، نتك على كليك يمين وهنتك اوبن فولدر هنا. نشوف الفولدر بتاع مكان البرنامج، يعني مكان تسطيب البرنامج اهو يا جماعه. هنطلع كده بس زي ما انتم شايفين. هنيجي يا جماعه على ساتت فولدر هنا اهوت، هنتك عليه دبل كليك. لو كل ما عليك انت بقى الوقت الان هتك كليك يمين وتتك بسط هنا، فهنزل زي ما انتم شايفين يا جماعه اهوت. هنشيل الفولدر ده خلاص مش عاوزينه. هنروح على البرنامج نفتحه زي ما انتم شايفين باللغه الانجليزيه اهوت باللغه الانجليزيه. كل ما انا هنيجي هنا كده نتك مره واحده ونيجي على كلمه تحت هنا اللي هي اعدادات بالعربي. هيفتح لنا النافذه دي كده زي ما انتم شايفين. هنيجي على السهم دوت هنا كده، هنلاقي التعريب اللي احنا حطيناه موجود فوق اهوت. هنتك عليه مره واحده وتلقائي يا جماعه حول لنا النافذه الى عربي اهوت زي ما انتم شايفين اهو. هنتك حسنا وبعد كده هنقفل البرنامج، هنقفله. بعد ما قفلنا البرنامج يا جماعه هنروح نفتح البرنامج تاني، نتك على دبل كليك زي ما انتم شايفين يا جماعه. البرنامج بيفتح معانا اهوت. هنتك هنا يا جماعه. طبعا البرنامج اتحول الى عربي اهوت زي ما انتم شايفين اللغه العربيه اهو. هنتك هنا تحت اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه. البرنامج اتحول لنا الى عربي. تسجيل استيراد اهوت زي ما انتم شايفين. تاثير نص اهو. وسائط اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه. البرنامج اتحول الى عربي تماما ماشي. كل ما علينا قلب هنروح على بعد ما حولنا البرنامج الى اللغه العربيه هنروح ان احنا مثلا عاوزين نكتب مثلا تكست باللغه العربيه. طبعا البرنامج ما بيدعمش الكتابه باللغه العربيه في البرنامج. فكل ما علينا الان هننزل من البرنامج كده ونروح على الفولدر اللي احنا برنامج الضغط انتجه لنا. هنيجي على البرنامج التاني كده، نتك على دبل كليك، نتك يس او نعم زي ما انتم شايفين يا جماعه. البرنامج بيسطب اهو، ثواني وهيسطب معانا. زي ما انتم شايفين ايقونه البرنامج ظهرت على سطح المكتب اهوت. بعد البرنامج ما خلص تثبيت
هنروح نفتح البرنامج، دبل كليك عليه. زي ما انت شايف البرنامج فتح معانا اهوت. هنشيل الكتابة اللي هنا دي كده، نحدد عليها ونشيلها كلها كده، نمسحها ونمسح برضه دوت كده، نحدد عليه ونمسحه. مثلا انت عاوز تكتب مثلا تكست او نص في البرنامج دوت، عاوز تكتب ايه مثلا نص في البرنامج دوت، هنروح كده على نص هنا اهي، ونختار النص اللي احنا هنكتبه. مثلا على سبيل المثال النص دوت مثلا اهوت، نتك عليه كليك يمين وتطبيق، ماشي. وبعد كده نتك دبل كليك على التكست تحت هنا عشان يفتح لنا الاعدادات بتاعته. نيجي هنا مثلا نكتب مثلا على سبيل المثال خالد المصري. زي ما انتم شايفين يا جماعه الكتابه ما بدعمش العربيه خالص، فاحنا نروح عشان نعدل الكلمه، ناخد دي مثلا نسخ كده على سبيل المثال، كوبي، وبعد كده ننزل البرنامج تحت، وبعد كده نروح على البرنامج هنا كده، نتك يا جماعه هنا، نتك هنا يستحسن يعني حسب اختيارك انت. فانا مثلا هتك على دي كده اللي هي اللغه، هتك على W2. زي ما انتم شايفين يا جماعه كتب لنا خالد المصري، وخالد المصري فوق اهو. كل ما علينا الان نحدد على دي كده وناخدها كوبي كده، ونروح على البرنامج، نروح نتك نختار W2 زي ما هي في البرنامج، نختارها هنا برضو كده، ننزل كده تحت 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 W2 اهي يا جماعه، W2 اهي اول خيار في W2، نتك عليه ونيجي كده نحدد على خالد المصري دي نسخ ثم بسط اهي يا جماعه. زي ما انتم شايفين البرنامج اهو بقى باللغه العربيه زي ما انتم شايفين اهو. كل ما علينا هنروح على البرنامج، ننزل بده كده، ننزل بدوت، نكتب النص اللي احنا عاوزين نكتبه هنا كده، ونتك على W2 او اي لغه انت او اي خط انت عاوزه من اللي هو 4 3 1. نكتب النص هنا هيظهر لنا هنا، نحدد عليه وناخده نسخ، وبعد كده نروح على البرنامج نختار نفس اللغه اللي اخترناها هنا، نفس الخط اللي اخترناه، يعني مثلا W2 نختار برضو W1 نختار W1. بس البرنامج هنا ما بيدعمش W1 دوت، فانت بيدعم لك W2 و W3 و W4 هنا في البرنامج، ماشي. فانت حسب ما تختار هنا هتختار هنا، تختار في البرنامج هتختار في البرنامج هنا برضو. وبعد كده تاخده من البرنامج نسخ اللي انت كتبته هنا هيظهر لك هنا، وحسب الخط اللي انت عاوزه هتاخده نسخ وتروح على البرنامج هنا، ماشي، وتروح عامل كليك يمين وبسط، هيظهر لك زي ما انت شايف كده اهو خالد المصري، ماشي. وبكده يا جماعه يكون شرح اليوم النهارده ان شاء الله انتهى. ولا تنسوا تتفرجوا على الشروحات الماضيه من هنا ومن هنا، وتعمل سبسكرايب للفيديو من هنا، وتعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك من هنا. ولا تنسوا تتابعونا على صفحات التواصل الاجتماعيه، موقع المصري المعلوميات، وقناتي على اليوتيوب خالد المصري، وعلى الفيسبوك صفحتي على الفيسبوك عيون التكنولوجيا، وعلى تويتر خالد المصري، وعلى جوجل بلس خالد المصري. وبكده يا جماعة يكون شرح اليوم بتاعنا النهاردة إن شاء الله انتهى، وألقاكم في شرح جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.